شفنا وعرفنا وسمعنا عن جرائم كتير قوي، بس عمرنا ما سمعنا ولا شفنا في بشاعة الجريمة دي. جريمة منافية تماماً للغرايز الربانية اللي بنتولد بيها، وبالذات غريزة الأمومة اللي أصلاً بتأثر على 99% من عقلنا الباطن والواعي بمجرد ما بنبقى أمهات. الجريمة دي بتتكلم عن إيه بقى؟ عن قتلت ابنها وكلت لحمه، ومش كلته ني، لأ، دي عملته على الغدا واتغدت بيه عشان تاكل بمزاج. يعني حتى الكلام وانا بقوله صعب عليا قوي، بس هبدأ معاكم بأن الجريمة دي حصلت في مدينة فقوس بالشرقية. بدأت الجريمة دي في شهر إبريل 2023، وتحديداً يوم 26/4/2023. طرف الجريمة الوحيد هي الأم المتهمة هناء دي بقى هي الأم، سيدة منفصلة عندها 37 سنة، وعندها طفل من طليقها اسمه سعد، ما عندهاش غيره. وهناء دي منفصلة عن جوزها بعد 4 أو 5 سنين جواز، ومش منفصلة انفصال عادي، لأ، دي خلعاه. وبعد فترة من قضية الخلع اللي رفعتها كسبت القضية، والمحكمة حكمت لها وطلقتها رسميا، وهي اتطلقت بعد 4 أو 5 سنين زي ما قلت لكم. وعلى ما إجراءات الخلع دي خدت وقتها، كان وقتها ابنها سعد وصل سنه ل5 سنين. فبعد الخلع جوزها راح رفع عليها قضية إنها حرماه من ابنه، وشكاها بحضانة الطفل، وكان عايز ياخده منها. بس هناء فكرت تعمل إيه علشان أبو سعد ما ياخدهوش منها. قررت في الآخر إنها تعمل زي القطة اللي كلت عيالها، وهو ده بالظبط اللي حصل. قتلته، وبعد ما قتلته طبخت لحمته على الغدا وكلت منها، وشربت شربتها كمان عشان تخفي آثار الجريمة. وكل التفاصيل دي عرفناها لما تم القبض عليها، وبدأت تحكي وتقول كل اللي حصل في التحقيقات. وحكت بقى إنها عقدت العزم على قتل ابنها، وقالت إنها قتلته علشان خايفة إن أبوه أو طليقها ياخدوا منها. وبدأت تحكي إزاي جهزت للجريمة، وقالت إنها كانت عايشة هي وابنها لوحدهم، وده سهل عليهم كتير. وقالت إنها قتلته بفاس، وبدأت تحكي إنها جهزت فاس وكانت في بيتها عادي خالص، قفلت عليها هي وابنها سعد زي كل يوم. لكن في اليوم ده أكدت على قفل الترابيس وكل الشبابيك والبيبان، واستغلت لحظة هدوء سعد وقعاده سرحان وهادي، ودخلت خدت الفاس اللي كانت مجهزاه وضربته بيه على راسه 3 ضربات ورا بعض. ووقتها بتبص لقت سعد لسه فيه الروح. وقتها أعصابها بدأت تسيب وتتوتر جامد، وما بقتش عارفة تعمل إيه، لأنها ما كانتش تتوقع أبدا إنها رغم ال3 ضربات دول يفضل عايش ويبقى لسه فيه الروح. فما فكرتش كتير، ودخلت في ثانية جابت سكينة من المطبخ وضربت سعد بيها عند رقبته. ووقتها اللي كانت عايزاه حصل، وفعلا الطفل مات فورا. وقتها دخلت في حالة صدمة، بس فاقت بسرعة وحبت تخفي آثار الجريمة علشان خايفة من الفضيحة. فتعمل إيه بقى؟ قطعت جثمانه لأشلاء صغيرة، وفصلت اللحم عن العظم، وسلقت الأحشاء وأي ملامح في وشه سلقتها عشان تخفي ملامحه. وبعد ما سلقتهم كلت منهم. وحتى كمان في التحقيقات قالت إنها شربت من شوربة اللحمة، وعرفنا كل اللي صعب علينا نصدقه من خلال اعترافاتها في التحقيقات. ووقتها كان باين عليها أعراض المرض النفسي، واللي كان ملحوظ جدا من منظور ضباط المباحث اللي بيحققوا معاها، لأنها بدأت تبرر اللي عملته ده، وبتقول إنها عملت كده علشان ترتاح من ناحية سعد وتبقى رجعت ابنها بطنها تاني. وبعدها بشوية رجعت قالت إنها ما كانتش حاسة، وكان في قوة خارقة مسيطرة عليها. وشوية وقالت إن في شيخ أمرها تعمل كده علشان ترتاح لأنها ملبوسة، وحسب كلامهم يعني الجن مش هيختفي غير لما تقتل ابنها. ورجعت رابع تقول إنها عملت كده لأنها كانت خايفة جوزها وأهله ياخدوا ابنها منها، فحبت تخلص منه. وما نقدرش نقول غير ربنا يعافينا ويبعد عنا شر نفوس الناس. ودي كانت نهاية حكايتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا.